الكسكسي على طريقة أمي، ربنا يديها الصحة والعافية. حاجة كده في قمة النظافة وفي قمة الحلاوة للناس اللي بتفكر تعمل مشاريع. طريقته سهلة جدا وناجحة جدا، إن شاء الله تعجبكم. وشايفين بقى من غير أي تكتلات ومن غير أي مجهود، هو مجهود شوية بس لكن من غير أي مقادير. هو يدوبك دقيق وشوية مية. احنا هعملها بكبة تسهل عليا الأمور، لكن هو كان بيتعمل بالإيد. يعني أمي وكل الأمهات زمان كانوا بيعملوها بإيديهم، بس أنا هسهل عليا الأمور شوية وهعمله بالكبة. هستخدم دقيق معجنات عادي، نستخدم أي دقيق. هحط شوية على قد الكبة بتاعتي، وهبتدي إن أنا أحط المية عليه شوية شوية. أنا نسيت بس أحط نقطة ملح، شوية ملح، فانتوا ما تنسوش الملح وانتوا بتحطوه في الكبة، ربع معلقة ملح كده. وهبتدي إن أنا أنزل المية نقطة نقطة. شايفين؟ بصوا بيخرز معايا ازاي مية كده نقطة نقطة. طول ما هو شغال أنا بنزل بشوية مية أقل من سرسوب، يعني هو نقطة وبسكت نقطة وبسكت. هفضل أشغله كده لحد ما يبقى مخرز كده شكل الكسكسي. شايفين شكله؟ هفضيه وهعمل الكمية التانية عشان بنفس الطريقة برضو، واتأكد ان مفيش اي بقى تكتلات فيه كده الحتت الناشفة دي. هخلص الدقيق بتاعي واحط برضو المية، وما ننساش شوية الملح، ربع معلقة ملح برضو. وابتدي ان انا احط مية واحدة واحدة. الكمية المية دي بقى زي ما انتي شايفة، يعني هي تقريبا اخدت كوبايتين، كل نص كيلو اخد كوباية مية، على حسب ما الدقيق بتاعي يعمل حبيبات خرز كده. فما انتي بعينيكي كده هتشوفي الدقيق بتاعك هيحتاج مية قد ايه. شايفين؟ انا كده خلصته. هحط كله كده في الطبق واشوف لو في حاجة مكلكعة كده او مكتلة هضربه تاني في الخلاط. يعني بص الحاجات اللي كتلت تحت دي هضربها ضربة كده في الكبة. انا مش بحب اي تكتلات كده تخينة، مش بحب، انا بحب كله يكون مفرود كده. ضربة بسيطة خالص من غير اي مية. انا هكسرهم بس كده. خلص اهم فكوا من بعض. اهي الكمية كلها. شايفين التكتلات عاملة ازاي؟ هو كده مظبوط. هتبتدي بقى ان انا اسويه. عفوا. هجيب بقى فانيلا قديمة من عندك قطن، وهنزل بيها بالكسكسي واحطه. لو انت ما عندكيش الحلة البخار زي كده، دي كانت مصفى، وهحطها كده عليها الفانيلا واقفلها كويس، وعلى في مية مغلية ربعها كده من تحت، ونخلي بالنا عشان المية ما تقلش. وهبتدي ان انا اغلي المية واحط عليها المصفى دي بالبخار. شفت هو بيستوي اصلا على البخار. هسيبه يستوي ساعة، وهبتدي ان انا شايفين بفركه كده. هشيل الحتت المكتلة دي افركها. هو سخن فمش عارفة اعمله بايدي، فهعمله بمصفى. هو سخن شوية. وبعد ما افكه من بعض كده هحط برضو عليه شوية مية تاني، اقل من يعني ربع كوباية كده او نص كوباية صغيرة. هحط عليه مية. شايفين؟ اقل من نص كوباية، هي تقريبا كانت ربع كوباية مية. وبعد ما خلصت كده حطيت فيه المية وهويته. انا مش فاكرة الصراحة، ماما قالت لي اسمها ايه الحركة دي، بس انا بطلعه يعني وبحط فيه مية. وبرجع احطه تاني في الفانيلا او في الشاشة، واحطه في المصفى واحطه تاني على البخار على النار. ولو المية قلت بزودها تاني. شايفين؟ بسيبه اول مرة ساعة وتاني مرة نص ساعة. هنزل بس كل اللي في الفانيلا اتأكد منه، وهفركه كويس تاني. والتكتلات الناشفة دي انا مش عايزاها. ههويه كده. هو دلوقتي انا مش هحط عليه مية تاني، مش محتاج مية. انا ههويه كده عشان احطه تاني يستوي وياخد معايا الوقت بتاعي. هرجعه تاني
للفانيلا والمصفى واحطه تاني في حلة البخار تستوي. دي كده حطيته، دي كده 3 مرات يتحط على النار. دي كده كانت المرة الأخيرة خلاص. هفضيه كويس. هو كده خلاص استوى معايا. هنزل كل اللي كان فيها في القماشة بتاعتي. بيستخدموا شاشة او فانيلا بيضة، اي فانيلا، بس انا كنت جايبة الفانيلا دي اللي متوفرة عندي يعني. شايفين خلاص كده استوى. اي بقى التكتلات دي هنزلها بمصفى، يعني اي حاجة هتحسي ان هي مكلكعة هتفكيها بالمصفى كده عشان ما يبقاش فيه اي حاجة مكلكعة خالص فيه. شايفين هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. هو متعب شوية بس طعمه تحفة، وعشان خاطر عيونه نعمله كل حاجة. خلصت كده الكمية، هخلص كله الكمية بنفس الطريقة. انا كده يعتبر خلصتها خلاص. شايفين شكله؟ شايفين ما شاء الله كله عامل ازاي؟ زي الجاهز اهو، مفروض احلى من الحلاوة كمان. شايفين شكله؟ انا حطيت شوية سمنة على النار سخنتهم، وهنزل عليه بشوية كسكسي وهقلب كده، وهرفعه على النار ثانيتين بس كده يسخنوا، وهرش عليه سكر بودرة، وهتاكلي احلى طبق كسكسي وبألف هنا وشفا. قولولي رأيكم لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش تدعموني بكومنت كويس احس ان انتوا عجبكم فيديوهاتي عشان استمر معاكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.